السلام عليكم، كيفكم يا أصدقائي؟ وسيط لبناني مفتاح حل أزمة مبابي وسان جيرمان. لا زالت المناوشات بين كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وإدارة النادي الفرنسي مستمرة بسبب رفض اللاعب تمديد عقده ورغبته في البقاء الموسم المقبل داخل حديقة الأمراء والرحيل مجانا في صيف 2024. وبحسب إذاعة RMC الفرنسية، فإن إدارة باريس سان جيرمان تريد تمديد عقد مبابي موسم إضافي واحد على الأقل. وأضافت: حال جدد مبابي عقده سيكون الوضع مثاليا بين اللاعب والنادي، وسيحصل على مكافأة الولاء وراتب كبير، ويمكن أن يغادر الصيف المقبل بمقابل مادي جيد لخزائن PSG الذي يسعى للحصول على 200 مليون يورو. وأشارت إلى أن إدارة النادي الفرنسي تريد تحسين العقد الحالي لمبابي من أجل إقناعه بالتجديد، وتسعى الإدارة لعقد جلسة مع اللاعب. وأوضحت الإذاعة أن مفتاح حل الأزمة يتمثل في اللبناني زياد حمود، وهو الشخص المسؤول عن إدارة الصور التجارية لمبابي وعائلته، ولديه على الجانب الآخر تعاون سابق مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، كما أنه صديق مقرب منه. وأتمت بأن حمود يمكن أن يعمل كوسيط بين الطرفين لإنهاء الأزمة، خاصة أن الخليفي أعلن الأسبوع الماضي أن مبابي أمامه أسبوعين فقط من أجل حسم مصيره، سواء بالتجديد مع سان جيرمان أو الرحيل هذا الصيف. يشار إلى أن ريال مدريد أبرز المهتمين بخدمات مبابي، حيث حاول ضمه في الصيف الماضي، لكن النجم الفرنسي قرر تجديد عقده مع باريس.